السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده معانا الحمد لله استلام جديد في أكتوبر. I was so far from you. زي ما انتم شايفين برضو الرجالة الحمد لله شغالين، الله يعينهم يعني. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم المهندس عبد الرحمن بكر من شركة ايفنت ديزاين. النهارده معانا الحمد لله استلام جديد في اكتوبر بفضل الله. ده الموقع الرابع معانا في اكتوبر. تمام. الموقع بالتحديد في منطقة المستثمر الصغير. تمام. طبعا النهارده برضو اليوم الخامس او السادس في الشغل. طبعا اول حاجة احنا عملناها الشقة كلها كانت ردم زي ما انتم شايفين. جبنا الردم في منطقة واحدة عشان نعرف نشتغل. اشرح لكم المناطق سريعا. احنا طبعا المنطقه دي كلها منطقه ريسبشن. الريسبشن ده تمام زي ما انتم شايفين، في هنا الشاشه وفي هنا طبعا في تكييف وفي هنا ركنه زي ما انتم شايفين التصميم دلوقتي. بس ده كله ريسبشن زي ما انتم شايفين. طبعا احنا هدفنا من الفيديو ده ان احنا بنوريكم الشقه عامله ازاي. فاحنا دلوقتي عندنا ده بقيه الريسبشن. تمام. ابتدينا طبعا اعمال الكهرباء واعمال السباكه. عندنا طبعا المطبخ مفتوح على الريسبشن تمام بشكل مختلف شويه. وهنا في عندنا تجليده كده جايه حرف ال زي ما انتم شايفين في المنطقه دي. وكده كده احنا اشتغلنا في اعمال السباكه زي ما انتم شايفين. الحمد لله خلصنا برضو جزء معين من اعمال السباكه. زي ما انتم شايفين برضو الرجاله الحمد لله شغالين، الله يعينهم يعني. طبعا احنا ابتدينا ده مدخل باب الشقه. وده عندنا هنا حمام ضيوف. الحمام الضيوف برضو عملنا فصلنا بارت كده بحيث العميل قال ان انا عايز الجزء الغسيل الحوض بره التويلت. تمام زي ما انتم شايفين كده. برضو عندنا هنا في قاعده دفن. تمام. زي ما انتم عارفين بقى احنا ابتدينا باعمال التكسير، وبعد كده بنبتدي ان احنا نركب البولي الاول، وبعد كده بقى بنكمل بقيه مراحل السباكه. طبعا برضو الكهرباء شغاله، ركبنا لوحه الكهرباء، وبعد كده لوحه المعلومات. وعندنا برضو لوحه الكهرباء نخلي بالنا ان احنا لوحه الكهرباء دايما يكون فيها بريكر اساسي بحيث برضو بتبقى سهله في التحكم. وبرضو بتبقى 24 خط زي ما احنا بنقول دايما. احنا بنخلي عندنا سبير في عدد الخطوط، ده بيكون احسن يعني. طب احنا طبعا مكملين زي ما انتم شايفين كده اعمال الكهرباء. زي ما انتم شايفين اوضه صغيره خالص. تمام. احنا طبعا استلمنا الشقه هنا كانت متاسسه كهرباء ومتاسسه سباكه. تمام. وده الخراطيم كمان اللي موجوده دي. الخراطيم دي كلها كانت السباكه خراطيم الكهرباء القديمه. تمام. كلها اتشالت وهنستخدم منها قد ما نستخدم. بس الفكره وما فيها ان احنا دخلنا لقينا الشغل كله مش مظبوط بالمره. هنوريكم صور دلوقتي زي ما انتم شايفينها. ليه ما كانش في كان فيه ده الشغل القديم اهو. الشغل القديم اهو كان فيه علبتين كهرباء هنا بس، ما فيش هنا اي حاجه. في علبه كهرباء هنا، كان في علبه كهرباء هنا وعلبه هنا. كان حوالي 2 4 5 علب بس، 5 علب بالظبط في غرفه نوم فيها سريرين. فده قليل جدا جدا. طبعا اللي احنا عملناه ايه بقى؟ عملنا ده 1 2 3 4 5 تمام 6. وعملنا علبه 7 8 9 تمام 10 11 12 13 14. فاحنا لما يكون في فرق حوالي 9 علب في اوضه واحده، ده فرق كبير جدا. العميل اللي هنا هيعاني معاناه غير طبيعيه فيما بعد في الموضوع الكهرباء. عندنا طبعا الشاشه بتاسس لها زي ما انتم عارفين كابل الاتش دي والمجموعه بتاعتنا. وعندنا طبعا البلكونه بتاسس لها المفتاح بتاعها، وبتاسس لها البريزه برضو اساسيه. وعندنا برضو البرايز بتاعتنا على قد الكومود والسرير. تمام. وبرضو الاناره الرئيسيه بيبقى فيه بارزه تحت، وبيبقى فيه 3 علب هنا منهم واحده للتكييف. وبرضو المخارج الجبسون بورد تبقى موجوده معانا. كل ده بيتعمل حسابه. انما طبعا لما كان الشغل معمول قبل كده ما كانش معمول اي حاجه من الحاجات دي. تمام. نفس القصه بالظبط في الاوضه هنا. الاوضه هنا فيها نفس الكلام. الاوضه الثانيه اناره رئيسيه وشاشه و2 كومود والكلام ده كله. ده كلها في اعمال الكهرباء معانا. طبعا لو جينا هنا في اعمال السباكه برضو ده الحمام، حمام رئيسي. برضو شيلنا كل البولي اللي كان قديم مكسر وعملنا بولي جديد خالص بنظام بحاجه مظبوطه. زي ما انتم شايفين كده اللحامات مظبوطه، الشغل بتاعنا متسنتر متظبط. كل الكلام ده طبعا انتوا فاهمينه وعارفينه من شغلنا، وعارفين ان الشغل بتاعنا بيبقى مظبوط
عشان مفيش في الشقه هنا غير دخلة ميه واحده بس، اضطرينا نمشي بالتغذيه في الارض زي ما انتم شايفين. طبعا دي غرفه ماستر لسه برضو الكهرباء شغاله فيها، تمام. هيبقى في عندنا تكييف هنا، والسرير مكاني هنا. طبعا في يميني وشمالي الكومود، وفي طبعا حمام برضو للماستر، تمام. شقه طبيعيه خالص مفيش فيها مشكله. فعندنا برضو مشكله هنا ان الحيطه هنا جايه مش مظبوطه، هنعالجها ان شاء الله وهنوريكم هنعالجها ازاي. وده حمام مصر عادي برضو، يحتوي على شاور وتويلت و وحوض يعني. طبعا لو احنا كده ماشيين في الطرقه، تمام. سلام عليك. طبعا احنا كده خلاص خلصنا الشقه زي ما انتم شايفين كده. دي كانت يعتبر فيديو استلام ومرحله اولى، وان شاء الله باذن الله نخلصها على خير ونوريها لكم هيبقى شكلها عامله ازاي باذن الله. وطبعا احنا بنوثق كل حاجه بحيث ان احنا انتوا عارفين جوده شغلنا وعارفين نظامنا وعارفين ان احنا طبعا بنحاول دايما نحافظ على فلوس العميل ووقت العميل ومجهود العميل. كل ده احنا بنحاول نحافظ عليه بفضل الله، وبنقدر نعمل حاجه كويسه وفي نفس الوقت برضو جوده وسرعه في الاداء باذن الله. ان شاء الله باذن الله استنوا نشوف المراحل الجايه كلها على برامج السوشيال ميديا بتاعتنا كلها. كان معكم مهندس محمد بكر، شركة ايفن ديزاين، في امان الله. ديلو جا يا رسول الله، أيها المختار فينا زادنا الحب.